يعد النادي الإفريقي واحداً من أعمدة كرة القدم في تونس، وأحد أعرق الأندية في القارة الإفريقية، حتى لقب بعميد الأندية التونسية. تأسس هذا النادي العريق يوم 4 أكتوبر عام 1920 في قلب العاصمة تونس، وكان منذ بداياته رمزاً للهوية الوطنية وروح المقاومة خلال فترة الاستعمار. جاء تأسيس النادي الإفريقي في سياق تاريخي حساس، حيث كانت تونس تحت الحماية الفرنسية، وكان النادي من أوائل الأندية التي رفعت راية الانتماء الوطني، إذ أصر مؤسسوه على أن يكون رئيس النادي تونسياً، وهو ما كان أمراً نادراً آنذاك. ومنذ البداية ارتبطت ألوان الفريق الأحمر والأبيض بلون العلم التونسي وبفخر الانتماء. يمتلك النادي الإفريقي واحدة من أكبر القواعد الجماهيرية في تونس وشمال إفريقيا، تعرف جماهيره بالأوفياء، وهي جماهير لا تتخلى عن فريقها مهما كانت الظروف. ويخوض الفريق مبارياته في الملعب الأولمبي برادس، الذي يتحول في مباريات الإفريقي إلى لوحة فنية من الأهازيج والدعم المتواصل. حقق النادي الإفريقي العديد من الألقاب التي جعلته من كبار الأندية التونسية، وكان الفريق دائما منافسا قويا لغريمه التقليدي الترجي الرياضي التونسي في ديربي العاصمة، أحد أشهر الديربيات في إفريقيا. على الصعيد الإفريقي كتب النادي الإفريقي اسمه بأحرف من ذهب عندما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا 1991، ليكون أول ناد تونسي يفوز بهذه البطولة. كما شارك في عدة مسابقات قارية أخرى وبلغ مراحل متقدمة، ما عزز مكانته على المستوى الإفريقي. رغم تاريخه العريق، مر النادي الإفريقي بفترات صعبة، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث واجه أزمات مالية وإدارية أثرت على نتائجه، ومع ذلك بقي النادي صامدا بفضل جماهيره وإرادته في العودة إلى القمة. اليوم يسعى النادي الإفريقي لاستعادة أمجاده من خلال إعادة بناء الفريق والاعتماد على المواهب الشابة، إلى جانب تحسين الاستقرار الإداري والمالي، ويظل هدفه الأساسي هو العودة للمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية. النادي الإفريقي ليس مجرد فريق كرة قدم، بل هو جزء من تاريخ تونس وهويتها الرياضية. من التأسيس في زمن الاستعمار إلى التتويج القاري والعودة من الأزمات، يظل هذا النادي رمزاً للصمود والعراقة. وسيبقى عميد الأندية التونسية قصة عشق لا تنتهي بين فريق وجماهيره.